تسلم والدين أمي. تفضل. تسلموا يا عمري. كيف علاقتك مع الوحدة اللي عم بتعيشها؟ ممتازة، منيحة كتير. إذا منيحة معناتها مش مشتاق لحدا. ما في حدا بعقلي لحتى أشتغله. أكيد فقدت عقلك، لأنه بعرف إذا في شي بعقلك مش رح تنساه أبدا. بلا ممكن أنسى شغلات بعقلي. بس اللي ما بنساهم هن هون. أنت بتدفن كل اللي بتحبهم بقلبك. ليش أنت وين بتدفنيهم؟ أنا كل يوم بشوفهم بعيونك. بعرف إني عم أحسبك معي، بس أنا تعبان ومالي عرفان شو بدي ساوي. ضايع هالل. من شو مليت؟ مليت من كل شي. يا ابني اترك كل شي. ما بقدر. لمين بدي يترك كل شي أمي؟ لمين؟ اتركه لربنا، هو أعلم بكل شي. تصبح على خير أمي. يا رب تهدي سره. معقول عم فتش عشي مفقود، مجهول ماله بالحقيقة وجود. معقول كلمة حب وهم، كذبة ما أثبتها العالم. كل اللي عم عيشه أنا كابوس عهيئة حلم. بس هيدا الوهم أولي، لما ضعفت عطاني طاقة مشاني. لما وقفت هيدا الوهم أولي، لما ضعفت عطاني طاقة مشاني. لما وقفت كل شي بخوف كان، بس ما خفت. تعرف شو هو الأصعب من الموت؟ تعشق حدا وما تقدر تطوله. مليون مرة بالحياة بتموت، بتدوق طعم الوجع أصول.
عطاني طاقة مشاني لما وقفت، هيدا الوهم مواني لما ضعفت. عطاني طاقة مشاني لما وقفت، كل شي بخوف كان بس ما خفت. تسلمني هذا المبلغ مخرجة الفيلم شخصيا، أو الاتفاق ملغى، وأي مراقبة للمخرجة أثناء التسليم ستتسبب بقتلها، وتنسى إلى الأبد ذلك الفيلم. يمكنك الرد بالقبول أو الرفض على هذا الحساب. أنا ما بفهم شو غايته وإصراره على إنه الأستاذة حلا هي سلم وتستلم. ولا نحن عم نقدر نفهم شو سبب هالشرط. شو رأيك أنت سيادة الرائد؟ هذا الشخص خطير ومطلوب بالنسبة لنا، نحن قولا واحدا لازم نلقي قبض عليه. أنا ما عندي مشكلة من حيث المبدأ نجمع له المصاري لحتى نستلم الفيلم، بس بنفس الوقت ما فينا نخاطر بالأستاذة حلا ونبعثها لحالها. والحل؟ بدنا نروح معه للآخر، إذا أنت ما عندك مانع. أنا بصراحة خايفة. معك حق تخافي ومعك حق ترفضي. طيب معناتها خلينا نروح معه باقتراحك أستاذ. شو بدك يعني أتفاوض معه أنا؟ بس على شو؟ أنا أسلم المصاري بدل حلا. نحن لازم يكون عنا بلان بي لنعرف شو نتصرف في حال هو أصر على الخطة تبعه. إذا أصر على موقفه أنا مستحيل خاطر هيدي المخاطرة، لأنه طلبوا بإني أنا أكون بالتسليم في من وراها شيء. برجع بقول لك معك حق أستاذة حلا، معك حق تخافي. أستاذة حلا. نعم. إذا تعهدت أنا بحمايتك وكنت على رأس قوة خاصة بحيث ما يصير لك أي شيء ونلقي القبض عليه، توافي؟ بتعرفوا شو؟ خلوني ابعث له رسالة. لا أستاذ خالد، القرار عندك أستاذة حلا. موافقة؟ يعني أنا أوقات ما بعرف كيف بتحطنا الظروف وبتجبرنا على أشياء ممكن تكون ردود فعلها قاسية علينا. هلا أنا أكيدة إنه حابة إنه تعبنا يرجع لنا، بس بذات الوقت خايفة إنه أندم كل حياتي وعمري. خلص بتعرفوا شو؟ إذا هيدا الزلمة رفض إنه أنا أسلمه المبلغ
واخذ الفيلم. ما بقى بدي الفيلم، خلص بعتبره احترق، الله بيعوض. كله لهالمخلوقة يصير لها شيء، مش مضطرين يعني. ابعت له استاذ خالد، بركي بيقبل، واذا رفض ساعتها بنمشي بخطة الرائد عصام. في فرق بين انك تسمعي الخطة وبين انك تسلميني حالك وتثقي فيني وتوافقي عليها. برجع بقول لك هذا قرارك قبل ما يحكي الاستاذ خالد. خلص اوكي، اذا رفض انا موافقة. تفاوض معه، واذا رفض روح معه للمكان اللي هو بده اياه. اوكي. ما في مشكلة بالنسبة للمصاري، أنا مستعد أعطيك المبلغ اللي بدك إياه، بس بشرط أنا بسلمك المبلغ حالة ما خصها. أول شيء هي منا بالبلد، بعدين أنا صاحب القرار هون. واذا وافق على اقتراحه لاستاذ خالد لازم يكون معه حماية. اكيد هذا الشيء اكيد. ليكو بعد. حقيقة لدي رغبة عارمة للتعرف على منتج تبنى هذا العمل الرائع. استمتعت بمشاهدة الفيلم، إلا أنني أعتقد بأن كلامي إليك كان واضحا وصريحا بل ودقيقا. مخرجة الفيلم هي من سيسلم إليها الفيلم، وهي من ستسلم المال. خرب بيته شو تقيل الدم، ما بيقبل يحكي إلا بالفصحى. سأله لو سمحت هو ليش مصر على المخرجة؟ ايه خلينا نشوف شو بيرد. بس أنا بدي أعرف شغلة، ليش أنت بدك بنت بالتحديد تسلمك المصاري وتكون لوحدها؟ ليش حلا بالذات؟ يا خيي أنت طلبك المصاري وأنا مستعد سلمك اللي بدك إياه، شو بدك أكتر من هيك؟ أكره أن يجبرني أحد على أن أكون ثرثارا. ليس من شأنك السبب الذي جعلني أطلب المخرج لتنفيذ هذه المهمة. شأنك أن تستعيد الفيلم بشروطي أنا فقط. وافق، بس فهم انه وين رح يصير الاستلام والتسليم. شو حلا؟ خلص تصرف. كل احترامي سيدي. اهلا يا تايم. قدرنا نفتح الموبايل. شو بين معك؟ تالين صبري محتفظة بكل الرسائل اللي وصلتها من صاحب الصوت، وفي رسائل تاريخها تقريبا أكثر من سنة. وكتار هدول الرسائل؟ والله تقريبا يعني أكثر من 50 ملف. طيب هدول بتبلشوا تشتغلوا عليهم فورا. وشو بالنسبة للمكالمات الصادرة والواردة؟ هلا آخر مكالمة واردة على تليفون تالين صبري هي من جوزها باسل نحلاوي من قبل الاختفاء تقريبا بيومين. غريب. أبوها خبرني إنه تاركين بعض من مدة. هلا هذا اللي بنعرفه، بس يبدو لي إنه ملتقيين يعني قبل فترة وجيزة من الاختفاء. طيب بتحضر لي ملف بكافة البيانات وبتشيك على مواقع التواصل اللي مشتركة فيها تالين، وبتركز لي أكثر شيء على الواتساب. حاضر. أي أوامر ثانية؟ يعطيك العافية. احترامي سيدي. احترامي.
والله يا استاذي انا كثير زعلان على قصي المسكين. أنا كمان زعلانة عليه كتير، ما بيستاهل. والله استاذي اسالي كل اللي بيشتغلوا بالشركه، قلت لهم هذا الرجل ما له ذنب يعني بهالقصه هي، مسكين شلون بيكون عايش هلا؟ والله أنا متوترة كتير من قصته يا عفيف. عن اذنك انا عندي شغل. يخرب ذوقه، شو عم يرغي يلعب؟ عم نحكي عن قصة قصي. أنا زعلانة كتير. خلص انا اليوم رح روح على المخفر وبسقط حقي وبيطلعوا ما تعتلي هم. المهم بدنا نروق، ما نضل موترين. لا خلص، وقال لي الرائد أنا رح تنحل القصة، ما رح كون متوترة بقى. ماشي، شفتي؟ يلا تعال نشرب فنجان قهوة. مرحبا دكتور. ها؟ عليه شاكر. شو طمني شو صار معك؟ شو مشان الكمية؟ قلنا لك نسيلها كلها، بس مشان السعر شو؟ أنا رح أعطيك بدون فواتير. لا معناتها هيك السعر بده ينزل كثير. لا مو كتير، رح نخصم لك 20%. شاكر، بدك تضل تشاطر علي يعني؟ قلت لك السعر مو بإيدي. إيه بس لا تنسى أنا عم باخذ أدوية منتهية الصلاحية. دكتور 30% موافق. حبيبي 40% آخر كلامك. إيه كتير. معناتها شوف أقرب حاوية زبالة وكبهم فيها. أخي آخر كلام عندي 30% وأكثر من هيك ما بيمشي الحال. ماشي جيبهم. إيه نوال؟ أنت بس فهمني كيف عم يشغلوك بشركة طبية محترمة أنت؟ ليه؟ لأنه هاي نوال بتحسسني بسوء الهاء. اللي بيسمعك بيقول عم بيع صيدلاني دواء أنا. لا الله يلعنك. طيب جيبهم وبس تجيبهم بحاسبك بحقهم. وين التسليم؟ يعني إذا على نوال بسوء الهاء. إيه بالله شيل المزح دكتور. هون. لهون؟ ايه شبك مستغرب؟ أنت بتشتغل بشركة طبية محترمة ولا سمعة محترمة؟ هون شو عم نجيب مخدرات نحن؟ مشي. ايه بس حاكيني قبل بساعتين مشان نجيب لك المصاري معي. صار. شاكر. مرني دكتور. بدي اياك اذا حواليك هيك بيت بعيد عن الانظار حتى لو كان برات الشام. رح اقول لك شغله، في تحت ايدي بيت عند واحد ان شاء الله ما يكون مأجر. شوف لك اياه وبرد لك خبر. ايه عظيم، بس لا تنساني ها. تكرم دكتور. يلا سلام. الله معك. والضحية رمت حالها من فوق. معقول؟ انتحار؟ هيك على ما يبدو. شوفوا لي باسم مين بالبيت، ضروري اعرف بنت مين ومين اهله. أمرك سيدي. جريمة قتل. طيب انتوا قلتوا لي انه كان على رأس عمله، شو اللي بيخليه يغادر بعدين يرجع يسوق الفيلم؟ كان فينه ببساطة ياخده معه وهو رايح. خلينا ننطر شوي قبل ما نظلمه لقصاي أو نتهم حدا تاني، بركي ببين معنا شيء. شو بده يكون في بالورق حضرة المحقق؟ القصة كلها من تأليفي وأنا كاتبتها، بعدين نحن جايبين إذن من الرقابة على تصويره، فشو له علاقة المضمون بسرقته؟ بس أنا شايف إنه في رابط، ورابط قوي كمان. كامل الفيلم وكل مشاهده وحتى التركات الإضافية المصورة هي هلأ ما أنا عندي، هي موجودة عند شخص، وهذا الشخص يعني فيكن تقولوا إنه بطل من أبطال الفيلم تبعنا. حلا راجح. اقرأ سيناريو الفيلم.
بعت لي قصي. أنا اللي ما عم بفهمه أنت ليش حاملة هم هالقد؟ انه من المفترض ما له علاقه بسرقه الفيلم. حرام، ليش تيضله موقوف لهلا؟ هيك معك حق، ما لازم يضل موقوف. وأنا بيني وبينك عم فكر سكر له كل حسابه حتى لو ما رجع لي الفيلم. عن جد؟ شكرا كثير إلك. إنه بكفي طلع ما له ذنب، بكفي البهدلة اللي بهدلها. شو؟ ارتحتي هلا؟ ايه لا ما وصلت لهون، توكل محامي. على العموم الأستاذ خالد بطريقه لهون وبده يسقط حقه. وهي البهدله اللي تبهدلتها مين المسؤول عنها؟ إيه معلش أستاذ قصي، هيك قصص بتصير، الأخطاء واردة يعني. بعدين لا تنسى إنه الجهة المتهمة حجزتك عندهم أكثر ما نحجزك نحن. على الأقل أنت عنا بأمان، صح؟ كيف فيني لاقي سيارتي؟ صح. بخصوص السيارة لازم تقدم شكوى بإنه السيارة مسروقة، لأنه أي إشكال بيصير عليها رح يجي على راسك. بدي أسألك أستاذ قصي سؤال لو سمحت. تفضل. بالفيديو اللي انبعت قلت إنه مواد الفيلم مع بطل من أبطال، شو كان قصدك؟ سيدي أنا بهذا الفيديو هن جبروني صوره وحفظوني اللي لازم أحكيه. أنت قاري الفيلم مزبوط؟ طبعا. مين البطل؟ لا بالحقيقة هن مجموعة أبطال، يعني مو بطل واحد. ماشي، بس أكيد في شخصية بتحرك الأحداث على حساب شخصية تانية أو أكثر من شخصية تانية. مين معقول من وجهة نظرك؟ الصوت. الشخص المجهول يلي بيتحكم بكل الشخوص وبيحركهم مثل الدمى بين ايديه. ما سألت حالك ليش خلوك تحكي هذا الكلام؟ وليش بدهم إياه يوصل لنا؟ لا بالحقيقة أنا سألت حالي سؤال أهم من هذا السؤال. ليش بدهم هذا الفيلم بالذات من الشركة؟ واللي استغربت منه أكتر بعد الفيديو اللي حضرتك حكيت عنه، إنه مرة غفيت على الكرسي اللي مربط عليه قدام أجهزة المونتاج. صار وقت النوم يعني. استيقظ قصي، استيقظ قصي، قصي. مين هون؟ مين انت؟ أنا لا أحد، ليس مهما من أنا. لك أن تعتبرني شخص لا يوجد منه إلا صوته، شخص شعر بالذنب اتجاهك وتسبب لك ببعض المتاعب. أنا لإمتى بدي ضلني محبوس هون؟ أنا تعبت، والله العظيم تعبت. ستخرج ستخرج، أريد أن تطمئن، وأكثر ما يشغلك في هذه الأوقات سيحل. بالمناسبة الطفل الذي يعني لك الكثير تم دفع كامل تكاليف علاجه في المستشفى. ما بعرف، هو هيك قال، بس أنا لسه ما شفت أختي. أبصر شو بيكون صاير فيهم. يا حرام، هلا بيكونوا عم يدوروا علي. مو مشكلة، هلا بخليك تحكي معهم.
شو هن المشاهد اللي طلبوا منك تمنتجها؟ مشهد لشخصية نادية، بيجي واحد وبيرميها من شباك بيتها. وفي مشهد لشخصية اسمها نور، بتكون مخدرة وهي عم بتصرخ جوات حفرة قبر. ومشهد تاني كمان لنادية، بتكون عم تحكي تليفون مع جوزها، واللي بده يرميها بيكون متخبي بالبيت. نور اللي بيكون اسم شخصية أبوها أدهم؟ شو عرفك؟ احكي مع أختك طمنا عنك، وبطريقك فهم لي منها إذا اللي حكوا لك يا صار ولا لا. الو، مرحبا ليلى. قصي، وينك؟ شو صاير معك؟ شغل بالي عليك. أنا منيح أختي، منيح، أنا بخير. أنتي كيفك؟ جود كيفه جود؟ جود منيح الحمد لله، أنت أكيد بخير يا عمري؟ إيه أختي إيه، ليكني بخير. ما عم تسمعي صوتي؟ أنا اليوم إن شاء الله بكون طالع. الله يعوض عليك يا قصي، بكل قرش دفعته بالمشفى. عم استناك. إن شاء الله. سلام. دفع كامل إجرة المشفى. قصي إذا بدي أسألك سؤال، مثلا شو أكتر شي لفتك بالنص؟ أسلوب الكتابة. أسلوب الكتابة؟ أول مرة بشوف سيناريو ذكي مكتوب بهي الطريقة، من الفكرة للأحداث للشخصيات، كله مترابط. يعني فينا نعتبر إنه الأستاذة حلا كاتبة متميزة جدا، صح؟ صح. لقيته. خير شو صاير؟ صبا، انت قلتي لي انه ادهم صبري متزوج وحده اسمها نرمين وانتحرت. ايه مزبوط. طيب، في رساله بصوت نرمين على واتس اب تالين بنفس التوقيت اللي انتحرت فيه نرمين. اوف، وشو هاي الرساله؟ رح سمعك يا رب. ألو. مبارك يا قصي، مبارك البلاء. أنت دفعت حساب ابن أختي بالمشفى كامل، وتركت لك أيضا مبلغا بسيطا داخل سيارتك لقاء جهدك وعملك طيلة إقامتك عندنا. سيارتي؟ وينها؟ اتجه يمينا وبعد عدة أمتار ستجد سيارتك والمفتاح فوق العجلة الأمامية. أرجو منك يا قصي أن تنسى ما تعرضت إليه بسببي. سامح وكن بخير، لكن يبقى على عاتقك تنفيذ مهمة بسيطة. مهمة شو؟ بس اللي مهمة شو؟ يا أخي بوس إيدك، بوس إيدك حل عني، أنا ماني حمل وجع هالراس. سيصلك موقع أختك ليلى، توجه إليه في الحال.
تأخرت عليك ما هيك؟ ولا يهمك دكتور. لا تواخذني عجقة على الطريق. ولا يهمك. شو مشان البيت؟ حظك حلو انه البيت لسه لهلا ما تأجر. يا عظيم. ليكو. ها؟ بقدر شوفه هلا؟ تقدر تشوفه. يلا. بس شو مشان حسابي؟ لك شبك بصلتك بحروها، شو هربان منك؟ انا هلا بعطيك اياهم بالسيارة. تفضل. شرف. برجع بقول لك استاذي حلا، طمني ولا تخافي. نحن حنراقبك من مكان ما بتطلعي للمكان اللي بتتفقوا عليه. في قوة خاصة رح ترافقك. هي القوة رح تظهر بالمكان والزمان المناسبين لحتى تحميكي وتلقي القبض عليه. عظيم. استاذ خالد، نحن رح نحط رزمة مصاري مزورة مع المبلغ اللي انت جمعته ونحط بقلبها جهاز تعاقب. حلو. بيبقى نستنى لحتى هو يبعث رسالة لحتى نعرف كيف وإمتى بده الأستاذة حلا تصل عنده. بس يا خوفي انه ما يبعتها اليوم. ما في مشكلة أستاذ خالد، إمتى ما بده يبعتها يبعتها. أنت موبايلك عم تراقبه مباحث الإنترنت لحتى نقدر نعرف منين هو عم يفتح نت. هيدا الزلمه غلط عمره لما قرر يسرق الفيلم. وهلا ان شاء الله رح تكون الضربه القاضيه لما قرر يرجع الفيلم ويقبض عليه مصاري. بس في شيء محيرني ما عم لاقي له جواب. ما بعرف انتو دريتوا شو عمل مع قصي؟ شو عمل؟ دفع تكاليف علاج ابن اخته لقصي. شو هالحكي معقول؟ روح بقى، شو هالقصه هيدي؟ معقول. بس هذا الحكي بيحطنا قدام سؤال، شو اللي بيخلي حرامي يدفع مصاري قبل ما يقبض ثمن ترجيع الفيلم؟ لا هيدا الزلمه رح يجنني انا. ليكون مثلا بده حلا تسلموا الفيلم كرمال يحل لها شي مشكله من مشكلتها. هذا الحكي استاذي حلا الوحيدة اللي بتقدر تجاوبنا عليه. أنا بدي جاوبك عنه؟ أنت عم تمزح أو عم تحكي جد؟ جد استاذي حلا. شو اللي بيخلي الفويس يصر على انك تسلمي انتي وتستلمي؟ هذا بيخليني حتى للحظة اني شك فيكي انه في علاقة بينك وبيني. هلا هو خليه يبعت المسج وبعدين منشوف. نشوف شو بده. يا صحيح حضرة المحقق، ما قلت لي انت قريت النص ولا بعد؟ ما قريته، طلعت على بعض المشاهد. ايه وشو لقيت؟ ما فيني جاوبك حتى كمل قراءة. طيب انت وين؟ انا بطريقي على الفرع سيدي، بس في شيء مهم سيادتك لازم تطلع عليه بخصوص موبايل تالين. شو في؟ احكي. رسائل صوتية بخصوص هلا مو هذا وقت الحكي، في شيء اهم صاير. تعال عندي بسرعة على المكتب، يلا. لا ما شو هاد؟